تعال اقول لك على كيبوردات ميكانيكال من 700 جنيه لحد 10000 جنيه. في السلسله الجديده دي بقى هنزود على كل فيديو 1000 جنيه، والنهارده معانا من 700 جنيه لحد 1400 جنيه. يا ترى يجيبوا ايه؟ واول فئه سعريه عندك فيها 3 اختيارات. اول اختيار وهو محبوب الجماهير اللي انا شخصيا بحبه جدا ونفسي فيه جدا، وهو الريد دراجون الكي 552. هتقولي ب 700 جنيه، اقول لك اصبر بس لحظه واحده. نسخه الكاميرا طبعا الريمبو. الكيبورد ده بيجي ببلو سويتش وبراون سويتش وريد سويتش، كده 3 من شركه اوتيمو. وركز في الاسم ده كويس، هنحتاجه كمان شويه. وحجمه 87%. وسعر الكيبورد ده العظيم ده من 800 جنيه لحد 1000 جنيه اقصى حاجه، ولكن مستعمل مش جديد. ولو عايزه جديد ما تجيبوش جديد، اقول لك ليه كمان شويه. الاختيار الثاني التي داجر تي جي كي 313. الكيبورد ده انا شخصيا ناوي اجيبه قريب، ادعوا لي عشان الدنيا حرفيا جايبه معايا جاهز. مواصفات الكيبورد ده هي بالظبط نفس الريد دراجون، بس كانوا 3 سويتشات في الريد دراجون، لا هنا 4. هنا البلاك والبراون والبلو والريد. وبرده بيستخدموا السويتشات من شركه اوتيمو برده زي الريد دراجون بالظبط. العيب الوحيد بقى في الكيبورد ده هو المتانه، خامته اقل بكتير من الريد دراجون. طبعا مش معنى كده ان هو وحش، لا ده خامته على فكره كويسه جدا وتنفع للناس اللي مش بتهبد على الكيبورد. لو انت بتهبد لا ما تجيبش، لا ريد دراجون ما تجيبش حاجه ما تلعبش اصلا. الكيبورد ده جديد ب 750 جنيه ضمان سنه. سامع على فكره مش معنى ان هو رخيص كده يبقى السويتشات بتاعته مش بتتفك ولا تقدر تغيره ولا اي حاجه، لا بتتفك هو بالظبط الريد دراجون، مفيش اي فرق. عشان كده بقى كنت بقول لك من شويه ما تجيبش الريد دراجون جديد، لانه جديد ب 1400 جنيه وما يستاهلش فرق الفلوس ده. اخر اختيار بقى للناس الرايقه كده اللي بتحب الروقان، اللي عايشه لوحدها كده على الكوكب، اللي بتحب 60%. شوف كل ده مدح. انيكوما جي 55 نازل منه براون سويتش، وللاسف المعلومات عنه قليله شويه، بس انا اعرف زميله معاها نفس الكيبورد ده وبتشكر لي فيه وشغال معاها بقاله كتير جدا. تمن الكيبورد ده جديد عند اي جي كمبيوترز ب 725 جنيه، لينك في البايو.